طيب احنا عندنا انبوكسنج وذ سيف، جايبين لكم سي فيلينجز النهارده، ودي واحده من لعب سيف، واحنا السيريز دي بنتكلم فيها عن بلاي وذ سيف. جاهزين؟ جاهزين. سوسة، ميرا، منورين. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات العبوا مع سيف. اهلا يا ساره. اهلا. طيب ليه اسمها سي فيلينجز؟ انا هختبر التيم النهارده، ماشي استعدوا. ليه اسمها سي فيلينجز؟ سيف stands for كنا لازم نحط الاسم عشان دي اول بورد جيم عملناها. احنا سيف بالظبط، وفيلينجز عشان اللعبه بتتكلم عن المشاعر وبتعلم الناس ازاي نعبر عن مشاعرنا ونفضل حاسين بالامان حتى لو مشاعر. سوسة احكي لنا اكتر، بناخد اللعبه دي فين؟ ممكن مين يلعبها؟ ممكن يعني هي مبدئيا مكتوب عليها من اول 2.5 سنين، ولو الناس اخد بالها احنا مش كاتبين ماكسيموم اصلا، صح. عشان يعني احنا شخصيا بنلعبها اصلا في المكتب. فمن اول 2.5 سنين ممكن نلعبها في البيت، ممكن نعمل عليها سيشن كامله. بنلعبها في فاميلي جاذرينج، في الحضانه، في كل اماكن بيزيكلي. يعني نفسي ناخد الناس كده في بجد انبوكس بجد حقيقي يلا. ونفتحها ونتكلم عن التفاصيل بتاعه اللعبه. ميرا قولي لنا الاربع اهداف بتاعه الجيم لغايه ما انا وسوسن اوكي. اللعبه بتشتغل على 4 حاجات مهمين قوي. اول واحده الكوميونيكيشن، التواصل، ازاي نتواصل مع ولادنا او مع بعض، زي ما سوسه كده كانت بتقول احنا بنلعبها ايفن مع بعض. الجندر ايكواليتي بمعنى المساواه بين الجنسين، انه مش ما ينفعش يبقى في حاجات الولاد بس بتحسها او حاجات البنات بس بتحسها. ودي هنتكلم فيها لما نفتح اللعبه. حاجتين مهمين قوي، الايموشنال اكسبريشن او التعبير بتاع العاطفي، ازاي نعبر ونتعلم ازاي نعبر وما نبقاش حاسين انه لا اللي بيعبر عن مشاعره ده فراجايل قوي او حد يعني ضعيف شويه. والايموشنال انتليجنس بقى، يعني نتعلم عن نفسنا اكتر وعن مشاعرنا وعن احنا اصلا بنحس بايه، ولما بنحس ليه بنحس بكده وايه اللي بيهايند الاحساس. اساعدكم. فالاربع حاجات دول مش ان احنا بنقعد مع الولاد عشان احنا بنتند كبيرنتس نعمل الدرس. النهارده يا ولاد هنلعب مع بعض لعبه هدفها انك تقول لي عملت ايه في المدرسه. واحده من الحاجات اللي احنا بنينا عليها اللعبه دي هي cognitive behavior therapy، وهو فكره انه يعرف الموقف اللي حصل له خلاه يحس بايه، فبالتالي عمل ايه. عشان كده توافقوني انه اسهل قوي الواحد يقول حاسس بايه عن يحكي ويجو في تفاصيل عمل ايه في يومه او ايه اللي حصل له في يومه. طب هنلاقوا ايه في البوكس؟ هتلاقوا 3 بوردز زي دول، 2 منهم زي بعض هنقول لكم ليه، ومانيوال او بامفلت بيشرح اللعبه بتتلعب ازاي، وستوريز هنقول لكم ايه قصه الستوريز، والكاردز. في بقى ولاد وبنات صح كده؟ صح. خدي يا ميرا انت بقى الولاد، اديني البنات عشان انا عندي بنات. انت عندك انا عارفه عندك ولاد بالظبط. البنات والولاد سوسة، الولاد والبنات الايموشنز ذا سيم، مش المفروض الولاد والبنات بيحسوا مشاعر غير بعض. هما بالظبط the same، كلهم نفس المشاعر، علشان دي حاجة من أهم الحاجات اللي احنا بنحاول نقولها في سي فيلينجز، إنه احنا كلنا بنحس بمشاعر، وكلنا من حقنا إن احنا نحس إن أنا متضايقة، وإن أنا غضبانة، وإن أنا مكسوفة، وإن أنا مشاعر مختلفة قوي. أصلا ممكن يبقى حتى واحنا بنتكلم مش بيجي في دماغنا مسمى صح. المشاعر ده. صح. يعني احنا دايما حافظين متضايق، مبسوط، خايف مثلا. فاللي انت بتقوليه ان وجود كل الفيلينجز دي قدام الولاد والبنات، لو احنا عيله النهارده بنلعبها مع بعض، سواء عيله كبيره في الفاميلي جاذرينجز زي ما قلتي، او احنا النهارده في يوم حسينا ان ولادنا مش تمام، واحنا ممكن نبقى مش تمام بس فتحنا اللعبه، احنا نفسنا ككبار لما الاقي موجوعه، مضحكه، نعسانه، اسفه، مكسوفه، شاكره، زعلانه، وحيده، غضبانه، متفاجئه، مبسوطه، كل ده بيديني اكتر اوبشنز ممكن تبقى مش على بالي، فاقول ايه ده، بس انا حاسه ده اكتر من ده او ده اكتر من ده. في بعض الاكاذيب عن مشاعر الاطفال نفسي نقولها للناس النهارده. يعني ايه اللي اتقال للولاد يا ميرا مش المفروض يحسوا؟ الولاد از بويز، يعني انه الولاد ما ينفعش يخافوا. الولد ما بيخافش، الولد ما بيعيطش، بس الولد بيغضب لانه عادي، هو عشان يكبر يبقى راجل غضبان تمام.
البنت بقى الولد ما بيتكسفش، دي حاجه مهمه. انما البنت لما بتتكسف طبعا تبقى جود cute. جيرل يعني صح. مفهومه قوي. بس البنت بقى ما ينفعش تغضب وتزعل عشان ما موضوع تبوظش الكسوف- الصوره بتاعت. بس موضوع الكسوف ده يعني منتشر قوي يعني. وانتي بتحكي افتكرت لما مثلا ام تبقى مثلا بتعرف بنتها وتقول بس هي بتتكسف شويه بابتسامه كده، بس لو بتقول على ولد مش هتقولها بابتسامه، صح. هتقول معلش بيتكسف يعني، صح. هيبقى ما بيتكسفش يعني ان شاء الله كده يبقى احسن وما يتكسفش. بنحاول نعالجه. لكن نعمل لو له هي حاجة ما فضلت يتكسفش. مكسوفه تمام. كيوت. لا ده ما بيخافش من حاجه او بتخاف شويه بس يعني. حتى التون بتاعنا ايوه صح. وطريقتنا واحنا بنوصف مشاعر الولاد والبنات في ليبلينج ده اكيد، بس في شيمينج بقى لو في حاجه غلط في صح يا سوسة؟ صح. قولي لنا موقف حصل واحنا بنعمل، لو انا ما بفاجئكيش يعني لما عملنا مثلا سي فيلينجز في مدرسه. لما عملنا سي فيلينجز في مدرسة في موقف مرة الطفل قال أنا مبسوط وموجوع، في واحدة in pain هنا. مش فاكرة ايه التالتة، واحدة تالتة. فهو احنا طبعا هنبقى بنحكي يعني انا اكيد مش بنعبر وخلاص، بس بنسأل اسئلة. فكان حد بيسأله طب ممكن تحكي لنا انت ليه مبسوط وليه in pain؟ فهو بيقول انا in pain علشان بابايا بيضربني، بس انا مبسوط عشان هو مش بيضربني قدام الناس. فيعني هي دي كانت تشيك بوينت كده بتورينا انه قد ايه بجد بس لما بنعبر عن مشاعرنا بنعرف حاجات مور ديب قوي في ممكن تبقى حصلت واحنا مش شايفين او احنا مش حاسين. وازاي هو برضو بيريليت للمشاعر، يعني هو بقى مبسوط أيوة. علشان ما ضربوش قدام الناس، بقى ده مفهوم الانبساط عنده. البار بقى نزل قوي يعني بالبار بتاعه، يعني ده اقصى حاجه تبسطه بالظبط. بعد ما بنفرد المشاعر بيبقى عندنا البورد دي عشان نحط فيها 4 مشاعر احنا حاسينها، فكل واحد فينا بينقي 4 ويحطها، وبعد ما بنحطها بنقول ايه اللي خلينا نحس كده عشان انا ولازم انا اقول مشاعري. مش قصدي اقول لازم، بس قصدي اقول بيسهل على الاطفال لو احنا فاميلي اني شارك انه انا مش بحقق معاه بالظبط، ان انا كمان. ودي قصه انا بحب احكيها دايما انت عارفه يا اميره، كنا في شركه ودي واحده من الحاجات اللي احنا بنعملها في الشركات مع الامبلويز، وكان عندنا كورس، ومره من المرات في الكورس كانت سي فيلينجز، واب قال ما اقدرش العب اللعبه دي مع ابني، انا لازم اكذب، ما اقدرش اقول له انا بحس بايه. فانا فاكره كويس قوي، قلت له ليه؟ قال لي يعني النهارده اتهزقت من مديري. قلت له مش لازم تروح تقول له اتهزقت من مديري يعني، ممكن تقول له كان عندي يوم صعب، فممكن مثلا يبقى فيه انجري وممكن يبقى فيه ساد، فممكن تحط انجري وساد، وممكن يبقى عندك مشاعر تانية، ممكن يوميها حسيت لونلي مفيش مشكله، وممكن تبقى حاسس رجعت البيت خدت نفسك فهابي، حتى لو هابي حبه بساطي. فالاب رجع عمل البورد كده مع ابنه وحط فيها الفيلينجز، فالاب كلمنا تاني يوم يقول لنا ابني متنح لي كده يعني، فبقول له مالك باصص لي كده ليه؟ فقال له ما كنتش اعرف انك بتحس زينا، لانه عمره ما عبر عن ان هو غضبان او زعلان او وحيد دايما. ودي واحده من الحاجات برضو الصور النمطيه مش بس على الولاد، بس الصور النمطيه عن الاباء، هو كده جامد قوي ما بيعبرش عن مشاعره، لازم ما يعبرش، لازم يبقى قوي، لازم يبقى ما يتوجعش مش بيزعل، او لما بيغضب ده بيبقى بابا كده موجود حسينا بيه يعني. تفتكري يا ميرا لو احنا مثلا زي ما قلتوا بنعمل ده في الحضانه او في المدرسه، تفتكري لو عملناها في الفاميلي جاذرينجز مع الولاد ايه اللي هيحصل؟ او سمعنا ايه، حد حكى لنا قصص ايه لما عملوها مثلا في الفاميلي؟ بيتفاجئوا انه كلنا ممكن ناكسبرس، وانه بيشوفوا حاجات مختلفه، يعني زي ما سوسة كيكه بتقول كلها دايما مبسوط زعلان صح، بس الصور يعني مش بس الكلام، يعني كويس مش بس مكتوب عليها كلام، هي فيها صور فبتخليهم
يريليتوا فيقدروا يشاوروا فيختاروا. فالشاكر او الثانكفul يشاور يقول انا شاكر ان احنا متجمعين في بيت تيتا النهارده مثلا، او انجري مثلا ان تيتا ما عملتش ملوخيه. دي حاجه من الحاجات اللي شاركوا بيها. صح. ف صغيرين وكبار بيبقوا انجري لو جدا تيتا ما عملتش ملوخيه. بتفرق قوي. كل بيبقى يعني كل واحد فيهم بيعبر عن حاجه، وفي واحد يقول للتاني ايوه وانا وايوه انا كمان حسيت كده. فبتبقى very interactive. بيقدروا يتكلموا، بيقدروا يشوفوا بعض. صح. البيرنتس كمان متهيألي بيريليتوا جدا. قولي لنا يا سوسة ايه ردود الفعل الغلط اللي ممكن انا اعملها كبيرنت او كتيتشر لما بنروح مدرسة او حضانة ونعلمهم عن اللعبة مع الطفل لو عبر عن مشاعره. يعني لو عمل لي نفس دول قولي لي ايه ردود الفعل اللي مش المفروض اعملها وايه اللي المفروض اعملها. اوكي، يعني اظن اللي مش مفروض اعمله احنا بنشوفه كتير قوي، يعني احنا نفسنا عدينا بيه، وعشان احنا مش متعودين خالص من واحنا صغيرين ان احنا في اوبشن ان انا بعبر عن مشاعري. فممكن يتقال مثلا انه بس انت مكبر الموضوع شوية، مش مستاهل قوي تحس بكده، او ايه ده بس ايه اللي خلاك تحس بكده، انت حاجة غريبة انك حسيت بكده. او برضو المسكونسبشن بتاع بس كل الحاجات دي عكس بعض. ازاي حاسس بكل ده عكس بعض؟ يعني ايه علاقة انه انت مبسوط وانت غضبان؟ انت ده كده ما حد مجنون. صح. نبتدي نشوفها بالطريقة دي. في مثلا ايه تاني misconceptions؟ الزعيق او مثلا حته لونلي، وانت فكرتيني انت بتقولي لونلي كل ده وانت لونلي، كل الناس اللي حواليك دي وانت لونلي، او مثلا زعلان بعد النهارده زعلان يعني رحنا ووديناك وجبنا لك هديه. فممكن الناس تروح لاكستريم انه طب هاخد منك كل ده بقى عشان تحس بجد انك زعلان. ميرا قولي لنا ايه الاسئله الصح عشان افتح كلام صح واعرف اكتر ايه اللي جوه، لان هو هدف ده كله مش اساله حاسس بايه عملت ايه النهارده، هو هدفه حسيت بايه بجد. محتاجه اساله ليه. اول حاجه يعني ليه غضبان؟ لما بيقول انجري اوكي ليه غضبان؟ حلو نفهم هو ليه غضبان، وبعدين نتناقش الموقف بقى ممكن يستحق كل هذا الغضب او لا. لانه بيتهيألي يا ساره اكيد انت عايز تقول لنا برضو اتس تشالنجينج للطفل انه ممكن يغضب على حاجه غضب كبير قوي. في حاجات صح ما تركيش عليا بس بجد بليز يعني ممكن بعد ما جاوب اشرح لنا انت كمان الموضوع ده، انه في حاجات هيحتاج يبقى انجري قوي وحاجات او زعلان. من موقعي هذا كأم احب اقول يس بليز طبعا. واحنا كمان بنبالغ على حاجات، وده حاجه احب اعترف بيها كده بجد. الاسبوع اللي فات وميشو اللي خلاني اخد بالي، يعني قال لي ميشو جوزي من ميشو جوزي قال لي، يعني كان من ورا جريس كده حتى، قال لي عمل لي هو كبير قوي رد الفعل مش مستاهل خالص. وفعلا لان انا كنت مش كويسه وانا كنت مضغوطه وكان بقالي يومين الدنيا مكركبه معايا وحسيت فعلا ايه ده، انا اكزاجريتد قوي في الرياكشن بتاعي. فمش بس الولاد بتاكزاجريت يعني. فمحتاجه اساله ليه زعلان او ليه غضبان، وليه ايه اللي خلاك تبقى غضبان. يعني هو ممكن يقول غضبان علشان ما كانش المصاصه بتاعتي وقعت. اوكي ايه اللي خلى ده؟ واحد زقني فوقعت. فمحتاجين نرجع معاه بيهايند شويه الفيلينج ونتكلم بقى المصاصه تستحق الدبدبه كلها، او نهدى وناخد وقتنا. وبنعمل اكسرسايز لذيذ قوي للاطفال في السيشن اسمه ايه اساسا؟ هوت شوكليت اكتيفيتي. بنقعد نقول لهم اكننا ماسكين هوت شوكليت. ده اكزامبل ممكن كل بيرنتس يختار بقى مع ولاده حسب سنهم حسب كل حاجه. نقعد نقول له اكنك ماسك هوت شوكليت and you take a deep breath and relax وترتاح خالص، وبعدين نفكر عايزين نعمل ايه when you're angry دلوقتي. وممكن على كل ده بقى نقيس حتى هابي. محتاجين نسمع ليه هابي يعني. صح. مش هينفع نمسك بقى نحب نأكد مش هنمسك كل المشاعر اللي هي زعلان ووحيد وغضبان بس. محتاجين نسأله ليه هابي. صح. وامتى عشان انا ابقى عارف انا كمان كبيرنت ايه اللي بيخليه مبسوط، امتى بيحس انه مبسوط ومع مين. صح. وايه اللي بيخليه مبسوط. وقت المدرسه لما بنديستريبيوت ده للتيتشرز، مهم التيتشرز وبالذات الحضانات بيعملوا مورنينج سيركل على سي فيلينجز، نعرف ايه اللي مبسوط ايه اللي بسطه. لان ممكن اللي بسطه تبقى حاجه كويسه وممكن تبقى مش حاجه صح تمام. بس at the end of the day هي ويندو بتخليه يكسبرس. هوريك ويندو عشان في بنت من هم بعتت لي
بنت لعبت اللعبه بطريقه مختلفه يعني. بس قبل دي عايزه اوري بس الحركه الماجيك. الجمله اللي انت قلتيها يا سوسه قلتيها من شويه، قريها لنا كده. انا ممكن احس حاجات مختلفة مع بعض. ان انا ممكن احس المشاعر دي بشكل مختلف، فيبقوا عكس بعض او مع بعض مفيش مشكله، وبعدين بنفليبت كده تن تن بيطلعوا انيمالز. والسن الصغير بيريليت للانيمالز اكتر، يعني كل دول هتلاقوا في ظهرهم انيمالز. ممكن قوي يبقى عايز اسهل يقول الاسد كان في الغابه وكلهم زعلانين منه مثلا، او الزرافه كلهم اتريقوا عليها. عشان كده احنا هتلاقونا في البامفلت حاطين امثله ستوريز ممكن نحكيها للولاد، زي الزرافه جدعه. بحب القصه دي قوي. الزرافه جدعه جدعه عشان مره في المدرسه في الحضانه اتريقوا عليها عشان رقبتها طويله قوي، وهي قالت انا مش بحب الطريقه دي، فهم قالوا سوري ورجعوا يلعبوا مع بعض. وبحس انه احنا كبارنتس بناخد اكستريمز برضو، بتاع ده عمل كده ما تقطعه تتكلمش معاه تاني ده باد بوي، ونبتدي احنا الليبل حتى other kids. بس ممكن يقولوا ده بيضايقني ويقولوا سوري ويبقى مش فاهم. وممكن يبقى الولد بيعمل كده مع كل الفصل عشان هو بيحصل معاه كده في المدرسه في البيت، فبيعمل ده في المدرسه او في النادي او في الحضانه. عايزه اوريكم بقى البيرنت اللذيذه اللي بعتت لي بنتها عملت ايه دي. انت عملتيها يا سوسه على فكره في انا انت ايوه كنت بتعمليها. الحركة دي حاسه بايه يا سوسه؟ قولي لنا مشاعرك. ان انا في برواز والناس كلها شايفاني. ان انا في تحت الاضواء. تحت الاضواء فعلا. لا الولاد ممكن تعملوا كويندو وتقول انا حاسه ان انا هابي او ساد، او فممكن ساعات بنمثل كمان الفيشل اكسبريشنز لما هما بيبقوا صغيرين قوي قوي ومش بيقروا او لسه بيتعلموا اصلا يعني ايه ننيم المشاعر او نسميها، فبنمسك ده اكنه هي صوره ويلا مثل مثلا ازاي مبسوط فيعمل له بيضحك، ازاي متضايق فيمثل بوشه كمان عشان يعرف الشعور اكتر. صح. لو اسالكم حاجه اخيره قبل ما نخلص حلقه سي فيلينجز. انا سي فيلينجز بالنسبه لي غاليه على قلبي طبعا. انا هقول كده على كل واحد حاجه انا عارفه مفهوم. بس انا بالنسبه لي سي فيلينجز يعني عايزه اشارك الستوري بيهايند كده، انه انا ابتديت اعمل الفيلينجز على ورق وقصاصه في الكونسلنج لما بقعد كنت مع الاطفال عشان اساعدهم يقولوا مشاعرهم. فمره من المرات ولد كنت بقعد معاه قفش في الورق وخده معاه، قال لي انا عايزه. فحسيت طب ما اعمل حاجه ينفع ياخدها فعلا. وهنا اتعرفنا على اصحابنا بيت الورشه وجم الاوفيس وقعدنا، ده كان 2018 2019 نحط كل المشاعر ونفكر ونربطها بالانيمالز ونحط هنا في البورد الجمله بتاعت كل حيوان مهم في مملكه الحيوانات زي ما كل مشاعرنا المختلفه مهمه عشان نكبر. وبعدين طلعناها في 2019 وكان اللونشينج بتاعها فيري سبيشال. كنتيش انت لسه معانا يا سوس؟ فاكره يا ميرا دكتور مايا مرسي وقتها كانت رئيسه المجلس القومي للمراه، وجت هي ودكتوره عزه العشماوي الله يرحمها كانت رئيسه برضو المجلس القومي للطفوله والامومه. جم الاوفيس عندنا فجبنا بقى ستيج وترابيزات عليناها وجبنا بوكيه الورد كده اللي بيتحط على الترابيزه بتاع MOUs ده وعملنا بريس ريليس والكاميرات جت والصحافه جت وقلنا انه دي بورد جيم بنطلعها للمجتمع المصري بتاعنا عشان نبقى فيه ماتيريال موجوده للعائلات تساعد ولادها وبناتها تعبر. ومن هنا بقى راحت الحضانات والمدارس والعائلات الكبيره زي سوسه بتلعبها هي واصحابها وبتساعد قوي على فكره الفيلينجز. لو عندي سؤال اساله لكم، ايه اكتر حاجه كتشايلد مش مهم حصلت ولا ما حصلتش يعني مش هنخش مش هنقلب المواجع دلوقتي لو ميرا تشايلد ايه اكتر حاجه هتابريشيت قوي في حته الفيلينجز مع اهلها، انه يحصل ايه او انه يتقال ايه او كده؟ الكارت ده اني واحد
ايوه ده اكتر واحد. نطلع له الكارت بتاعه اللي هو in pain. اللي اهو بتلعبوا ايه انه in pain. ف in pain اللي هو ليه يعني علشان حد من صحابي مثلا قال لي حاجه ضايقتني النهارده في المدرسه فايم hurt emotionally فانا نفسيا متاثر او موجوع، ولا اتزقيت واتضربت وانا نازل على السلم ومن الكلاس فموجوع. فعاجبني قوي انه اتعلم الفرق. بالظبط انه الكارت ده معايا مخلص يعني ان بين مخلص في ان بين لما بالزبط. بيحصل انه بيقول ان بين كنت تتسألي سؤال انت فيزيكلي ان بين ولا ايموشنلي ان بين. وبتهيألي سارة ده هيتجاوب لما يتقال why are you in pain. فهقول بقى يا قال لي كلمه ضايقتني وقعت ايه اللي مخليك ان بين، مش قصدين اللي هي الواي بتاعت ايوه ليه مالك لا. يعني اللي هو ايه اللي خلاك حاسس ان بين. فده ميرا الطفله تقولوا لينا كميرة كبيرة. طب سوسة as a child لو تخيلي مدرستك وحضانتك عاملين لك مورنينج سيركل مثلا فيها الفيلينجز دي كلها يعني كنت هتابريشيت ايه؟ يعني اظن الكونسبت يعني انا بحس ان هو بالذات فيلينجز مش بس كاردز، انه it is a whole conversation بتفتح حتت كتير قوي ممكن ما تتفتحش لما احنا نبقى قاعدين ودماغي مش جايه انا اسالك ايه عشان اتعرف عليكي. صح. فانا حاسه اكتر حاجه بتفرق لي فيها انه بتفتح فعلا conversation انا ما كنتش عارفه ان هي ممكن تتفتح بالطريقه دي. أيوة. فعرفنا هو انا لما بحس ان انا غضبانه بعمل ايه. فابتديت انا استوعب ان انا بخبط، ان انا بمشي خالص وما بحبش اتكلم مع حد. ايوه. ففكره ان هي بتفتح كده حته زي ما كنت بتقولي ان هي برضو عشان زي cognitive behavioral technique، ف بتفتح لي قوي الحته دي. انا يعني حاسه ان انا لو كنت عارفه من وانا صغيره انا لما بغضب بعمل ايه او لما بتضايق بعمل ايه كانت هتفرق قوي معايا دلوقتي. يعني انا أيوة. عرفناها دلوقتي بس انه ده مش حاجه الكبار هم اللي بيعرفوها، لا. صح. يعني صح. انه من وانا صغيره ان انا اتعلم. انا بحس الحاجات دي بتحسسني او يعني المواقف دي بتحسسني بايه وبعمل ايه لما بحس بكده، فابقى انا يعني فاهمه نفسي اكتر. صح. وكأن الأسئلة اللي بنحتاج نسألها هو ايه اللي حسسك بالمشاعر دي، ايه اللي حصل خلاك تحس الفيلينج ده، ومين خلاك تحس الفيلينج ده، وعملت ايه لما حسيت الفيلينج ده. وانتي بتتكلمي على الغضب يعني بفكر في نفسي وبفكر في بنتي الكبيرة انه متهيالي يبقى أريح قوي لو احنا هادين دلوقتي واتكلمنا على موقف سواء انا كنت غضبانة فيه حاجة حصلت معايا او هي، انه واحنا في الهدوء نفكر المرة الجاية لما اتعرض لده هرياكت ازاي، هو ده وقته. لكن وانا زعلانة ونزلتوا عليا بكل الانستراكشنز بتاعت المفروض اغضب ازاي، اكيد مش هفكر كده. فده بقى لو انا بجاوب انا كمان على السؤال عشان ما بقاش اسالكم انتوا بس ده اللي انا كنت I think appreciate قوي as a child، حد بس يقول لي اعمل ايه. يعني انا I think ان انا كنت مش I think انا عارفه ان انا كنت very emotional child. بتهيألي الاحتياج بتاعي كان لما بنحس بكده بنعمل كده. صح. وانا تريجرد ليه، وايه اللي ضايقني قوي او ليه اللي كتمني قوي او مبسوطه قوي انه في سيف قادرين نوفر احنا كأطفال صغيرين جينا على الترابيزه دي واتجمعنا، وجينا في سيف واتجمعنا نحل ونساعد ببراكتيكال تولز. ثانك يو ميرا، ثانك يو سوسة. ودي كانت حلقه سي فيلينجز في الانبوكسينج وذ بلاي وذ سيف تاني. عايزه اشجعكم لما تلعبوا لعبه سي فيلينجز مع اولادكم بعتوا لنا سالوكوا ايه الحاجه اللي كانت مفاجاه بالنسبه لكم سمعتوها. لو ما اشتريتوش لعبه سي فيلينجز قولوا لنا اكتر حاجه عجبتكم، اكتر سؤال اتفاجئتوا بيه، اكتر نوع مشاعر يمكن ما تخيلتوش او ستوري من الستوريز اللي احنا حكيناها، وبعتوا لنا بليز عشان عايزين نعمل مفاجاه للناس اللي هتبعت لنا حاجات انترستينج ونفسنا نبقى بنوفر ليكم حبه مفاجات كده، فبعتوا لنا هنستناكم.